اليوم 25 طوبة 2 فبراير. في مثل هذا اليوم استشهد القديس أسكيلاس. نشأ هذا القديس في منطقة أنصنة، وفي إحدى زيارات أريانوس والي أنصنة لبلدته استدعاه وأمره أن يبخر للأوثان، فتمسك بإيمانه بشجاعة وثبات. أمر الوالي بربطه في حصان يجري به في الشوارع حتى تهرأ جسده وتناثر لحمه، ثم أمر الوالي أن توضع مشاعل نار في جنبيه وبطنه، وكان الرب يشفيه ويعزيه. ركب أريانوس سفينة ليعبر النيل، وأخذ أسكيلاس معه، وفي السفينة صلى أسكيلاس إلى الله أن يعمل عملا يتمجد به اسم الله أمام أريانوس. وللوقت توقفت السفينة في وسط النيل، وكأنها استقرت على شاطئ رملي. حاول الجنود أن يحركوها فلم يستطيعوا، فطلب إلى أسكيلاس أن يصلي إلى إلهه لتتحرك السفينة. فلما صلى تحركت السفينة في الحال، لكن الوالي تقسي قلبه، فربط في عنقه حجرا كبيرا وألقاه في النيل، فأستودع روحه الطاهرة في يدي الرب، ونال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.